السلام عليكم، كي راكم غاية لاباس؟ اليوم جبت لكم الوصفة التقليدية والأصلية نتاع الكعك. الكعك بلا بيض، هذه هي الوصفة الأصلية. الكعك ما ينديرش بالبيض، زمان كانوا يديروه بلا بيض. في العجينة الداخل ما يديروش البيض. البيض نستعملوه غير للطلي باش يخرج الكعك احمر. هذا مكان. اليوم ان شاء الله غادي ندير معكم هذه الوصفة السهلة والظريفة. غادي تشوفوا الكعك كيخرج لي، شوفوا كيخرج احمر وطاب غايه شباب، وشوفوا من الداخل كيخرج. ومن السم بالزرارع ما تامنوش، الريحه اللي طلقها في الدار هايله تاع بصح. يلا مع بعض نديروا الكعك تاعنا ونمد لكم المقادير وطريقه التحضير. الحاجه الاولى اللي غادي نبداو فيها في هذه الوصفه هما الزرارع. كما راكم تشوفوا عندي الشنان هوالي وحبه الحلاوه. غادي نديرهم يغلو، غادي ندير عليهم 2 كيسان تاع الماء وغادي نديرهم يغلو. كي يبداو يطلقوا في هذيك الحموريه تاعهم نطفي عليه. عندي الفرينه، اليوم انا غادي نخدم ب2 كيلو. هنا راني دايره 2 كيلو تاع فرينه وانتوما خدموا بالكيلو. عندي 2 كيلو تاع فرينه، 2 مغارف تاع الزريعه اللي كنت نوريكم فيها تاع الشنان وحبه الحلاوه راني طاحنتهم مليح. عندي 2 مغارف كبار تاع خماره تاع الخبز، عندي 3 ولا 4 تاع النوفا، عندي حبه ليم وحبه تشينا الا كانت واجدتكم. انا كنت دازتها في الفريغو، على هذيك راكم تشوفوا فيها راهي متلجه. عندي 2 كيسان نتاع الزيت، 2 كيسان نتاع الحليب، وهي الزريعه تاعي راهي طابت، خليتها راهي دافيه، خليتها تفات شويه ونستعمل منها 2 كيسان. نبداو بسم الله. غادي نحط هذيك الزريعه، 2 مغارف كبار قلت لكم تاع زريعه مخلطه، حبه الحلاوه والشنان، 2 مغارف كبار نتاع خماره تاع الخبز، مغرفه صغيره نتاع الملح، نوفا ديروا 3 ولا 4. انا وكانوا واجدين غير 3 درت 3، نتوما ديروا 4. ولا حبيتوا ديروا بالكيلو، انا درت هنا 2 كيلو تاع الفرينه، ولا نتوما درتوا كيلو تاع الفرينه اقسموا المقادير. 3 نوفا هاني درتهم كاملين. بلا ما ننسى السكر، ما قلت لكم شو المقادير. 2 كيسان تاع السكر، 2 كيسان تاع السكر في كل كيلة كاس. الا درتو كيلو تاع فرينه ديروا كاس تاع السكر. نزيد الكاس الزاوج، الكاس الزاوج. غادي ندير 2 كيسان تاع الحليب دافي، غادي ندير حفرة في الوسط وغادي نفرغه ديريكت فوق الخمارة تاع الخبز باش تتخمر هذيك الخمارة. نزيد 2 كيسان تاع الزيت، الكاس الاول، ونزيد الكاس الزاوج. ودروك نسحق مبشور حبه تاع ليم وحبه تاع تشينا اللي هو البرتقال. اللي ماش واجدها البرتقال خاش ما راش في وقته ما ديرش. انا كما قلت لكم هاد الحبه كنت دازتها في الفريغو، بصح كي تكونوا في الشتاء وتكون وقت البرتقال لازم ديروا اكثر، ديروا اكثر من حبه، تروحوا حتى بحبه تاع تشينا. نزيد نصفي هذوك التيزانه تاع الزرارع اللي طابوا فيها. ندير الكاس الاول ونخلي الكاس الزاوج حتى من بعد، حتى كي نبدا نلم في العجينه تاعي.
نبدا دروك نخلط في العجينه، نحل هذيك الخماره الداخل مليح. الخماره تاعي تفاعلت، تشوفوا كي راهي. نبدا نخلط فيها مع الفرينه. هاي العجينه تاعي بدات تتلم. غادي نزيد عليها هذاك الكاس اللي بقى نتاع التيزانه تاع الزريعه، ونزيد نلمها مليح. ها هو الكاس الزاوج غادي نديره كامل ونبدا نعجن فيها مليح. الكعك يسحق العجين كيما الخبز، لازم تعجنوه مليح، ماشي كيما الكاطو نلموه غير بصباعتينا. كيما راكم تشوفوني نلم في العجينه تاعي وندلك، لازم ندلكها مليح. بعد ما تدلكيها مليح، هذا هو القوام اللي غادي تحصلي عليه. غادي تحصلي على عجينه تتلصق كيما هذه. غادي نغطيها ونخليها على جهه تريح نص ساعه قد ما تتخمر شويه، ومن بعدها نجي نكسر لها الخميره تاعها ونبدا نشكل فيها. بعد نص ساعه عاود رجعت لها، شوفوا كي لقيتها تخمرت ونشفت على الخطره الاولى من عجنتها. شوفوا درك ماهيش تتلصق، شربت كاع هذوك السوائل تاعها العجينه. شوفوا كي راها دروك. غادي نجي نقسم منها شويه باش نشكلها كويرات صغار. غادي نحطها قدامي وشوفوا نبدا نعجن فيها هكا ونحربش فيها في نفس الوقت. ندير حربوش صغير كيما هاك، ونبدا نقسم في العجينه باش نشكل الحبات اللي غادي نديرهم. نتوما اللي عندها الميزان دير بالميزان، واللي ما عندهاش دير كيما انايا عيني ميزاني. انت تعرفي الحبه تاعك كي غادي تخرج، لا صغيره ولا كبيره. قطعتهم بهذه الطريقه هكا كما شفتوني. غادي نحطهم على جهه ونبدا نشكل في الحبات تاوعي. غادي بطبيعه الحال غادي نعاود نغطي العجينه ونخليها على جهه ونبدا نخدم. غادي نبدا بسم الله مع الحبه الاولى. غادي نبدا نرولي فيها كيما شفتوا هكا. غادي ندير حربوش طويل كيما هاك. نقسم الحربوش كما راكم تشوفوا هكا بالسكين في الوسط، وندخل فيه جهه الزاوجه باش نقفل كيما هكا. الدركو عليه ينقفل باش الحبه كي تتخمر ما تنحلش. ونبدا نشرط فيها هكا بالخدمي. هذه هي الطريقه تاع الكعك، يعني هي سهله ماشي حاجه صعيبه. غادي نحطها فوق الفراش اللي فرشته لها تتخمر، وندير معاكم الحبه الزاوجه. انا الكعك نفرش له باش يتخمر. اما الله يرحمها كانت كي دير الكعك تفرش له المطارح وتزيد الدراوات من الفوق وتحطه وتزيد تغطيه بالذرة والكوفيرتا في الشتاء باش يتخمر لها مليح. شحال كنت نفرح ملي كنت صغيره كيما تقول ندير الكعك. كان يعجبني هذاك المنظر بزاف، تحسي باللي كاين مناسبه ولا عيد في الدار. ماشي كيما دروك الحال تبدل. الحلويات العصريه هذه دروك تاع هذا الوقت نساتنا في الحلويات تاعنا التقليديه، وهي العكس. الحلويات التقليديه هي اللي فيها هذيك النكهه تاع جدودنا وتاع امهاتنا اللي لازم ما نتخلوش عليها ونعلموها حتى حنا لولادنا ان شاء الله يا ربي. غادي نكمل معكم التشكيل تاع الحبه تاع الكعك. كما قلت لكم ديروا الحربوش كيما هكا، ترقوه شويه ماشي ترقوه بزاف شويه كيما هاك. غادي نزيد شويه هنايا بقات غليظه. غادي نحلها تما في الوسط بالخدمي، ندخل العجينه الزاوجه ونقفل ونبدا نشرط فيه.
خلاص هذه الحبة الأخيرة غادي نحطها تتخمر ونوري لكم كي راني مفرشة. شوفوا كيف فرشت له وحطيت حبة بعيدة على حبة باش كي يتخمر ما يلصقش مع بعضها البعض. غادي نعاود نغطيه ونخليه يتخمر، نعطيه ساعة ساعة ونص على حساب الحال كي يكون، لا دافي ولا بارد. نخليه يتخمر على غرده ومن بعدها نحمي الفرن مليح ونبدا ندخل فيه يطيب. ساعة ونص نعاود نرجع معاكم. كي عاودت رجعت له غادي نوريكم كي لقيته. هاولي بدا يتخمر. انا الفرن تاعي راه يحمى، اني مسخنتها مليح. دوك نبدا نرفد في الكعك تاعي، نرفده غير بالحبه ونحط في السنين اللي غادي ندخلها يطيب. السني غادي نحط فوقه ورقه طهي، واللي ما عندهاش ورقه طهي تدهنها مليح بالزيت ولا تطليه مليح بالزيت وتحط فوقها الحبه تاعها. ها راني حطيت الحبه تاعي في السني فوق ورقه طهي. نجيب حبه بيض كامله ندير عليها لاغوم تاع الليم. انا لاغوم تاع الليم ما نتخلاش عليه، نستعمله بزاف. غادي نخلط الحبه تاع البيض تاعي مليح ونجيب قد مغرفه صغيره تاع لاغوم كما راكم تشوفوا، باش القشره تاع الحبه من فوق تجي فيها هذيك بنه الحموضيه، تجي رايعه، تجي بنينه بالبزاف. نخلطها مليح كما راكم تشوفوا هكا. نخلط الحبه تاع البيض تاعي مليح، نجيب البانسو ونبدا نطلي في الحبات تاعي، نطليهم مليح حتى من الجوانب ونطليهم. شوفوا راني طليتهم مليح، راني عاودت رجعت لهاد الحبه كنخصها شويه وحتى في الجوانب وطلوهم باش يخرجوا حمرين. ومن بعدها غادي ندير عليهم السكر كما راكم تشوفوا للتزيين. كما تاع زمان كانوا يديروا غير السكر، ما يديروش زريعه واحده اخرى من الفوق. غير حنايا دروك بدينا نديروا جرجلان فوق الكعك. ها راني جبت جرجلان غادي ندير تاني من الفوق وندخله للفرن يطيب. هاولي كيخرج خليه يطيب ونكمل معكم البلاص زوج. نطلي الحبات هادو تاني مليح بالبيض ونزيد ندردر عليهم السكر والجرجلان. والسكر يكون اختياري، اللي ما يبغيش يدير السكر يدير غير جرجلان. خلاص راني كملت، ندير اللمسات الاخيره وندخله حتى هو يطيب. راه طاب الكعك تاعي، شوفوا ما شاء الله كي جا حمار غايه وطاب الشباب يعني. والريحه اللي راه دايرها في الدار ما تامنوش، واحده الريحه روعه. شوفوا كي جات الحبه دايره روعه، هايل بالبزاف. شوفوا كي طاب من تحت تاني حمار ومن الفوق نفس الشيء. شوفوا كي جا شباب بالبزاف. شوفوا شحال جا شباب. وقطع لي بزاف، الله يبارك. 2 كيلو تاع فرينه دارت لي 24 حبه، واللي تبغي دير غير الكيلو تاع فرينه غادي تخرج لها 12 حبه. شوفوا الحبات اللي درت فيهم السكر يجوا معسلين من الفوق. شوفوا كي يجي دايرين
هذاك السكر كيدوب فوق البيض يولي كي الكراميل، يجي روعه. هاو بان لي، شوفوا شحال قطالي. هذه هي الكميه اللي درتها كامل، شوفوا كي جا روعه تاع بصح، هايل بالبزاف. ودوك نقول لكم ان شاء الله ما كنتش طولت عليكم الفيديو، وان شاء الله يعجبكم الفيديو وتعجبكم الوصفه تاع اليوم. واللي شافت الفيديو تاعي وعجبها دير اشتراك ودير اعجاب باش يوصلوها كاع الفيديوهات اللي نحطهم. تبقوا على خير ومع السلامه، الى فيديو اخر ان شاء الله.